هتعمل ايه لو كنت دكتور ولقيت فجأة مجموعة جثث داخلة عليك المستشفى بتاعتك بتطلب منك تعالجهم؟ اهو ده بقى لغز مسلسلنا النهاردة. بس قبل ما اكمل لكم عشان تفهموا ايه اللي بيحصل، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نكمل قصتنا. مسلسلنا بيبدأ في العصور القديمة في الصين، في مدينة اسمها مدينة تشانجا، مع ممرضة اسمها شوان. كانت بتتمشى عادي في المستشفى اللي شغالة فيها، تاخد بالها من المرضى بتوعها. وفجأة بتسمع صوت جرس المستشفى، فبتفهم انه في مريض جديد محتاج علاج. بس لما بتروح له بتلاقي كتيبة جيش كاملة واقفين مش بيتحركوا ولا بيتكلموا، شكلهم بارد جدا أكنهم جثث. شوان بتبقى مرعوبة من منظرهم، بس لما بتقرب منهم بتلاقي مكتوب على هدومهم إنهم أعضاء الكتيبة 401، التابعة لقائد الجيش تشانج، أهم راجل في مدينة تشانجا كلها، وضمن مجموعة اسمها مجموعة الغامضين التسعة. والمجموعة دي عبارة عن 9 عائلات قوية جدا مسيطرة على مدينة تشانجا كلها، وبيفهموا في علوم السحر والتنجيم، وعشان كده كانوا مسؤولين عن حماية القبور والكنوز القديمة. وشوان بقى بعدها على طول بتنادي على مديرتها عشان تتصرف. بس فجأة شوان بتصرخ، وشوية وبيوصل على المستشفى تشانج وكل رجالته، بعد بلاغ من شوان إنه الكتيبة 401 اختفوا فجأة، زي ما ظهروا فجأة بالظبط من غير ما يخرجوا من بوابة المستشفى. فتشانج بيأمر رجالته يفتشوا المستشفى كويس قوي، لأنه أكيد في ممر سري في المستشفى الكتيبة دخلت وخرجت منه. وفعلا بيلاقوا حفرة كبيرة في أوضة من الأوض، وعمق الحفرة بيكون كبير جدا، لدرجة إنهم لما بيرموا فيها شمعة بتفضل تنزل لتحت لحد ما بتختفي. فتشانج بينزل مع رجالته لنهاية الحفرة بحبال، وهناك بيلاقي مكان ضخم جدا، أرضيته مليانة مقصات وأدوية وشاش وآثار دم ورجلين. نهايتها بتكون عند جدار ضخم وقوي جدا أكنه ملوش نهاية. الجدار بيكون مبني بتصميم هندسي عجيب، أكن اللي عمله كان قاصد بيه لغز مش أي حد يفهمه. تشانج بيلاقي في الجدار فتحة على شكل مستطيل ملهاش نهاية هي كمان، فبيخمن هو ورجالته إنه الكتيبة 401 دخلوا جوه الجدار من الفتحة دي. بس الفتحة دي ضيقة قوي، فازاي قدروا يدخلوا منها؟ تشانج بيبقى هيتجنن مش قادر يفهم حاجة، فبيقول لنفسه هو واحد بس اللي بلجأله في الحالة دي، وهو تاي، خبير التنجيم والألغاز في المدينة. بس تاي بيكون عامل شوية مشاكل في المدينة، وعشان كده هربان ومستخبي من تشانج. بس تشانج بيقدر يلاقيه وهو مستخبي في قلب تابوت على أساس إنه مات، فبياخده من قفاه وهو بيحطه قدام الجدار، وبيقوله من غير رغي كتير انسى أي حاجة وقولي الجدار ده حكايته ايه. فتاي بعد شوية كلام هندسي كده غريب مفهمتش منه أي حاجة بيوصل لأن تصميم الجدار صعب يخليه يتهد، وأكيد اتعمل عشان يحمي حاجة مهمة وراه. فتشانج بيقوله لا ذكي انت اوي بصراحة، قلت حاجة ما جاتش في بالنا فعلا، ما تخلص يا ابني واديني حل، انا عايز اعرف الكتيبة 401 راحوا فين. فتيه بيقوله بص، هو شخص واحد اللي هيقدر يساعدك في الحالة دي لان انا مش هقدر اساعدك اكتر من كده، والشخص ده انت عارفه كويس، وهو لاجو، واحد من ضمن مجموعة الغامضين التسعة هو كمان. وده لان الكلب بتاع لاجو عنده قوة غريبة في التتبع. بس المشكلة بقى انه تشانج ولاجو بينهم خلاف كبير جدا من سنين، لانه تشانج أعدم اخو لاجو قدام عينه بسبب مشكلة قديمة حصلت في المدينة. بس دلوقتي بقى تشانج لازم يتفق مع لاجو ويقنعه يساعده عشان يقدر يحل لغز اختفاء الكتيبة 401. فبيقوم باعتله تي يحاول هو معاه الأول، وبعد إلحاح طويل وزن ملوش آخر تي بينجح يثبت لاجو لما بيقوله إنه في حياة أكتر من 100 بني آدم متعلقة بيه، وعشان كده لازم يوافق. في الوقت ده بيكون تشانج وصل للمصنع اللي الطوب بتاع الجدار اتبنى فيه، فبيروح على المكان، وهناك بيلاقي عمال المصنع كلهم ماتوا بطريقة غريبة، وجثثهم عاملة شكل رمز من رموز الصين القديمة بيعملوه في الطقوس. والرمز ده معناه إن العمال خلصوا على نفسهم وضحوا بأرواحهم مقابل مكافأة هياخدوها من ورا ده، وبدمهم بيكون مكتوب على الحيطة عبارة بتقول مولاي مستنيك. هنا تشانج بيفهم إنه في شخص اتعمد يستدرجه للمكان ده. تشانج بعدها بيوصله دعوة لبيت لاجو فبيروح يقابله، وهناك لاجو بيقوله إنه مش ناسي اللي عمله في أخوه زمان، وعشان كده هو عمله مفاجأة وخطفله خطيبته وحب عمره شين، ودلوقتي بقى محتاج يختار إذا عايز ينقذ خطيبته ولا الكتيبة بتاعته. تشانج هنا بيتعصب قوي، فبيهجم على لاجو بكل قوته وبيكسرله فقرات من ظهره، وبيقوله إنه لو متعالجش قريب هيتشل، فلازم يسيب شين فورا لإما مش هيرحمه. فلاجو بيأمر الكلب بتاعه يهجم على تشانج ويخلص عليه، بس الكلب لما بيشوف وشم التنين اللي على جسم تشانج بيخاف وبيتراجع، فلاجو بيضطر يستسلم
وبيقول لتشانج إنه هيسيب شين وهيساعده كمان يلاقي الكتيبة 401، بس في المقابل هيتخلى عن مجموعة الغامضين التسعة ويسيب مدينة تشانج نهائيا. فتشانج بيوافق وبيعملوا عهد ما بينهم باللي اتفقوا عليه، بيشهد عليه تي عشان يضمنوا إنه محدش يرجع في كلامه. ولاجو بعدها بيروح على المكان اللي خطف فيه شين خطيبة تشانج عشان يسيبها، بس هي أصلا بتكون محضرة له فخ كان هيجيب أجله هو ورجالته، وأول ما بتشوف خلقته بتمسكه من زمارة رقبته عشان تعلمه الأدب. فلاجو بيقول لها يا ساتر عليكي، ده انتي غتت زي حبيبك شبهه بالظبط. فشين بتقوله اخلص وعرفني اتفقت على ايه مع تشانج. فلاجو بيقول لها على كل حاجة، وهي بتفرح انه اخيرا حبيبها هيسيب المدينة الفقر دي بمشاكلها وهيمشوا منها هما الاتنين. وبالليل بنروح على كازينو في المدينة صاحبه راجل سوسة كده اسمه دانج. أول ما بيسمع عن الاتفاق اللي ما بين تشانج ولاجو بيبعت لبنت اسمها هوي، بتكون الزعيمة المستقبلية لعيلة من العائلات التسعة لمدينة تشانجا، وبيطلب منها تبقى جاسوسة لصالحه وتنقله أخبار تشانج ولاجو، وده لأنه أصلا لاجو وقع في حب هوي من زمان وهي اللي بتنفضله. هوي بتضطر توافق عشان تسدد ديون عيلتها، وبتروح بعدها تقابل لاجو وبترقص معاه بطلب منه، وبتحاول تاخد منه كلام بخصوص خطة إنقاذ الكتيبة 401، بس مش بتعرف لأن لاجو بيغير الموضوع وبيسألها امتى هتوافق تتجوزه، فهي بتجريه في الكلام وبتقوله أول ما امسك زعامة العيلة هنتجوز على طول. في اللحظة دي بنروح لمكان الجدار اللي بيكون واقف فيه حارس من رجالة تشانج بيأمن المكان، وفجأة الحارس بيلاقي جندي داخل عليه وفي ايده رسالة، بس المفاجأة بقى انه الحارس لما بيقرب من الجندي بيلاقي مكتوب على هدومه اسم الكتيبة 401. فالحارس بيترعب وبينادي على القائد بتاعه، بس فجأة بيلاقي كل اللي حواليه بيتحركوا أكنهم جثث وماشيين ورا الجندي اللي من الكتيبة 401، وعشان يوقفهم ويمنعهم من دخول الجدار بيهددهم ببندقيته، بس واحد منهم بيقف في وشه والحارس بيموت من كتر الرعب. وتاني يوم بيستعد تشانج وباقي رجالته عشان ينزل للحفرة اللي فيها الجدار من تاني، وبيبقى مستني لاجو عشان يتحركوا سوا، ولاجو بياخد معاه هوي في المهمة دي بس وهي متنكرة كراجل. وأول ما كلهم بيتجمعوا مع بعض بيستخدموا الحبال وبينزلوا من الحفرة اللي في المستشفى لمكان الجدار، وهناك لاجو بيدخل الكلب بتاعه من الفتحة اللي في الجدار، والكلب بيكتشف مكان في الجدار بيتحرك كل ما الوزن اللي كان عليه تقيل، فبيخرج يعرف لاجو. فلاجو بيجمع كل الرصاص اللي معاهم وبيوصله للكلب بتاعه عشان يحطه جوه المكان اللي محتاج وزن، ولما المكان بيتقل بينزل لتحت وبيتفتح ممر في الجدار بيدخلوا فيه، وبيفضلوا يمشوا لحد ما بيلاقوا قرابين جنبهم، فبيخمنوا ان المكان اللي هم فيه ده عبارة عن معبد كبير، فبيكملوا مشي لحد ما بيلاقوا باب المعبد وبيفتحوه. وأول ما بيدخلوا بيشوفوا لغة غريبة وعبارات أغرب مكتوبة على الحيطان بتقول لا في حاجة اسمها حياة ولا في حاجة اسمها موت، وكمان بيلاقوا اسم لشخصية أسطورية قديمة اسمها سيد العالم الآخر. وتي بيحكي لهم على قصة الشخصية دي وبيقول لهم إنه من سنين كتير كان في شخص عنده قوة خارقة بيتحكم بيها في الزمن ومصير الناس، وكان مسمي نفسه سيد العالم الآخر، وعشان كده الإمبراطور كان عايز يقبض على الشخص ده، فبعت جيش تاني مكون من 100,000 جندي عشان يروحوا يقبضوا عليه، بس سيد العالم الآخر لعنهم وخلى كل وشوشهم ملهاش ملامح، وحتى الإمبراطور نفسه اتلعن وبقى زيهم. وفي الآخر سيد العالم الآخر خد كل أتباعه وبنى لنفسه مكان عظيم سماه جنة شومي مليان كنوز ملهاش آخر. تي بعد ما بيخلص قصته تشانج بيخمن إنه الكتيبة 401 بتحاول توصل للمكان ده، وفجأة الكلب بتاع لاجو بيديهم إشارة إنه الكتيبة على بعد 800 متر منهم، فتشانج بيأمر كل المجموعة اللي معاه يجروا بأقصى سرعة عشان يلحقوهم، بس كل ما بيجروا عشان يقربوا الكلب بيديهم إشارة إنه لسه الكتيبة على بعد 800 متر، فتشانج بيفهم إنهم كل ما بيتحركوا الكتيبة بتتحرك معاهم، وعشان يتأكد بيعمل خطة وبيرجع لورا هو وكل اللي معاه لحد ما بيوصلوا لمكان كان تحت منهم دور أرضي، فلاجو بيفجر المكان في الثانية اللي الكتيبة 401 بتبقى تحت منهم بالظبط. وتشانج فجأة بيلاقي نفسه قدام الكتيبة فبينادي عليهم عشان ينتبهوا ليه، بس هما بيلفوا وشهم ببطء شديد وبيبقوا منزلين راسهم لتحت. هنا تي بيقول لتشانج ولاجو إنه العايشين راسهم دايما بتكون مرفوعة لفوق، أما الميتين فراسهم دايما نازلة لتحت، يعني مبروك عليكم كده، الكتيبة اللي بندور عليها عشان ننقذها كلهم جثث أصلا، وهو شكلنا كده هنحصلهم قريب. ولحد هنا بقى بيخلص الجزء الأول من قصتنا.
خلوني بس اعرفكم ان المسلسل جديد وحلقاته لسه بتنزل، فلو عايزيننا نكمله اول ما باقي الحلقات تخلص اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.